السلام عليكم. الفيديوهين اللي فاتوا احنا اتكلمنا فيهم عن التغذية واهمية خسارة الوزن الزايد وخطورة السمنة على الصحة. كمان اتكلمنا عن التمرين وبناء العضلات وازاي ان العضلات الكبيرة دي مش مجرد حاجة شكلها حلو وخلاص، لا دي ركن اساسي من اركان الحفاظ على صحتك. طيب النهارده بقى هنتكلم عن الميسنج بيس او الحلقه المفقوده اللي من غيرها لا الدايت هيشتغل ولا التمرين هيجيب نتيجه. النهارده هنتكلم عن النوم. انا اظن ان كل الناس عارفه اهميه النوم، وقبل ما تقولي انا عارف ان النوم مهم خليني اقولك ان اللي انت هتسمعه النهارده هيغير نظرتك من الاساس عن فكره النوم. مش هقولك ان النوم مهم للصحه واسيبك كده، النهارده هيكون في ارقام وهرمونات ودراسات من اكبر الجامعات العالميه خليك تفهم ان السهر ده مش مجرد حاجه متعبه، لا ده حرفيا جريمه انت بتعملها في حق جسمك. مبدئيا النوم ده مش مجرد شات داون بيحصل، النوم ورشة عمل كاملة، انت بتنام من هنا وحاجات كتير قوي في جسمك ومخك بتبدأ تشتغل من هنا. ناس كتير فعلا بتتعامل على ان النوم ده فعلا حالة شات داون، جسمك بيقف، كل حاجة فيه بتقف وبيريح، يقولك نستنى للصبح ونبدأ شغل. وخليني اقولك ان الحقيقة العلمية عكس ده تماما، انت لما بتنام جسمك بيشتغل بأقصى طاقة ليه في حاجات مهمة جدا جدا ما يقدرش يشتغل فيها وانت صاحي، او ما يعرفش حتى يشتغل فيها وانت صاحي. مبدئيا النوم بيتقسم لدورات، كل دورة بتاخد من 90 ل 110 دقيقة، وفي الليلة الواحدة جسمك بيعمل من 4 ل 5 دورات من الدورات اللي احنا هنتكلم عنها دي، وكل دورة فيهم بتتكون بقى من مراحل مختلفة. المرحلة الأولى والتانية بتكون اللايت سليب أو النوم الخفيف، ودي المرحلة اللي بتمهد للنوم العميق. جسمك فيها بيبدأ يهدى، ضغط الدم بيبدأ ينزل، ودرجة حرارة الجسم كمان بتقل. في بداية النوم الناس ممكن تصحى من النوم بسهولة لأنها بتكون في المرحلة دي. والمرحلة الثالثة بتكون الديب سليب أو النوم العميق، ودي المرحلة الجولدن للتعافي الجسدي. في المرحلة دي الضغط بينزل لأقل مستويات ليه، والتنفس بيكون بطيء ومنتظم، والدم بيتوجه بشكل كبير للعضلات والأنسجة علشان يبدأ يصلحها ويبنيها. وفي المرحلة دي بالتحديد بيتفرز أكبر جرعة من الجروث هرمون أو من هرمون النمو. طبعا ده معناه إنك لو نومك متقطع أنت بتحرم جسمك من المرحلة دي، وبالتالي بتحرمه من التعافي الكامل. بعد كده المرحلة الرابعة بتكون مرحلة نوم حركة العين السريعة أو الريم سليب، دي المرحلة اللي بتحلم فيها. في المرحلة دي بيكون المخ فيه نشاط قريب من حالة الصحيان. كمان في المرحلة دي المخ بيراجع اللي انت اتعلمته طول اليوم وبيرتبه ويثبته في ذاكرة طويلة المدى. نوم الريم مسؤول بشكل كبير عن الصحة النفسية والعاطفية. قلة نوم الريم مرتبطة بالاكتئاب والقلق وضعف التركيز. عشان تقدر طبعا تاخد الفوائد دي كلها انت محتاج تنام من 7 ل 9 ساعات متواصلة يوميا، وده عشان جسمك يكمل احتياجاته من الدورات الأربعة أو الخمسة بشكل كامل. مهم قوي نقف هنا ونركز عند عدد ساعات النوم، علشان أنا شايف ناس بدأت تتأثر بالعلوم الزائفة أو السودو ساينس. أنا شايف ناس بتقول لا انت ممكن تنام 4 أو 5 ساعات بس تكون الدورات مظبوطة، فتلاقي نفسك كويس جدا وصحتك كويسة وعادي ومركز. طبعا بما اني شرحت لك الارقام دلوقتي المفروض تكون فهمت ان هم مش فاهمين هم بيقولوا ايه اصلا. تاني حاجة السهر او عدم انضباط نومك ممكن يخليك وزنك ثابت، حتى يخليك تزيد في الوزن وانت عامل دايت. دي بقى النقطة اللي تجنن وممكن تفسر ليه ناس كتير بتعمل دايت وبتتمرن وبتفضل وزنها واقف او يعني ثابت او بيزيد كمان ساعات. والاجابة دايما هتكون ميكس بين عدم الانضباط الحقيقي في الدايت وبين لخبطة النوم، لان دي ممكن تسبب دي. علشان اللي ناس كتير مش واخدة بالها منه ان النوم بيتحكم في الهرمونات اللي بتتحكم في الشهية وصناعة القرار الاتنين. في هرمون جواك اسمه جرالين، وهو هرمون بيتفرز من المعدة، وظيفته الأساسية انه يبعت إشارة للمخ يقوله انا جعان عايز اكل. فكل ما الجرالين ده يكون عالي كل ما احساسك بالجوع بيزيد. وفي هرمون تاني اسمه هرمون الليبتين، وده هرمون الشبع، كل ما يكون موجود بشكل اعلى في جسمك كل ما تكون انت حاسس بالشبع اكتر. يعني في هرمون يخليك تاكل اكتر وفي هرمون يخليك شبعان وتاكل اقل. عارف قلة النوم بتعمل ايه في الهرمونين دول؟ بتزود اللي بيخليك جعان وبتقلل اللي بيخليك شبعان. كارثه. في دراسه اتعملت في جامعه ستانفورد سنه 2004، الباحثين فيها راقبوا اكتر من 1000 شخص من مختلف الاعمار والاجناس. اكتشفوا في الدراسه دي ان الناس اللي بيناموا 5 ساعات مقارنه بالناس اللي بيناموا 8 ساعات في اليوم، جريلين عندهم زاد بنسبه 15% يعني جوع اكتر، والليبتين عندهم قل بنسبه 15% يعني شبع اقل. كمان الباحثين لقوا ان في الناس اللي بيناموا اقل من 8 ساعات في اليوم كانت زياده البي ام اي اللي هو مؤشر كتله الجسم عندهم اعلى. كل ما كان الناس اللي بيراقبوهم في الدراسات والابحاث بتنام اقل كل ما كان مؤشر كتله الجسم بتاعهم فعلا اعلى. وفي ميتا اناليسيس كمان الباحثين فيه جمعوا نتائج 11 دراسه مختلفه على 172 شخص كاجمالي، لقوا فيها ان الناس اللي بتعاني من حرمان جزئي من النوم بياكلوا في المتوسط 385 سعره حراريه زياده في اليوم الواحد. 385 سعره دول يعني يعتبر وجبه كامله زياده تقريبا كل يوم، ولو الوضع ده فضل مستمر هيكون 2700 سعره حراريه في الاسبوع او 11000 سعره في الشهر. تخيل معايا بقى كميه الوزن الزايد او الدهون الزياده اللي ممكن تحصل لو حد استمر على الموضوع ده لمده شهور كتير متتاليه.
وطبعا الحاجه اللي في نفس اهميه كميه وسعرات الاكل هي نوع الاكل. دراسات اثبتت ان قله النوم مش بس بتخليك تاكل اكتر، لا دي بتخليك تاكل اسوأ. مناطق المكافاه في المخ او اللي هي الريورد سنترز بتكون نشطه اكتر بكتير لو انت مش نايم كويس، وبتسجل استجابه اكبر لاكل الدهون والسكريات. نفسك ساعتها مش هتبقى رايحه للسلطات وصدور الفراخ او الالتزام بالوجبات بتاعتك، لا خالص، انت نفسك هتبقى رايحه للشيبس والشوكولاتس والاكل السريع. قله النوم بتخليك سهل قوي انك تحيد عن اهدافك او تتخلى خالص عن خطتك واهدافك. بعد كده تالت حاجه، انا عايزك دلوقتي تتخيل انك كنت مطبق وسهران وصاحي بالعافيه وقررت تروح الجيم. ايه اللي هيحصل في حاله زي دي؟ خليني اقول لك ان النوم هو الوقت اللي جسمك فيه بيعمل العمليات بتاعه الريكفري او التعافي. من ضمن العمليات دي انه بيملى مخازن الجلايكوجين في العضلات والكبد تاني باستخدام الكربوهيدرات اللي انت اكلتها طول اليوم. بالمناسبه الجلايكوجين ده هو البنزين الاساسي اللي عضلاتك بتستخدمه في التمرين، خصوصا لما تكون الانتنسيتي عاليه. لما بتكون مش نايم كويس المخازن دي مش بتتملى للاخر او مش بتتملى بنفس الكفاءه. كمان قله النوم بتاثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي المركزي اللي هو السنترال نيرفس سيستم. في دراسات كتير اثبتت ان حرمان من النوم بيقلل سرعه رد الفعل وبيضعف التركيز وبيأثر على التوافق العضلي العصبي. يعني وانت في الجيم احتمال ما تقدرش تشيل نفس الاوزان، واحتمال ما تبقاش قادر تنفذ نفس الحركات بنفس الكفاءه، وطبعا ممكن تكون عرضه اكتر للاصابه. طبعا كل اللي انا بتكلم فيه ده معناه ان الاداء الرياضي نفسه بينهار لما الطاقه تقل والجهاز العصبي نفسه يكون مجهد. الحمل اللي تقدر تشيله هيقل، وطبعا عدد التكرارات برضه ممكن يقل. يعني جوده التمرين كلها هتتدهور، ولو التمرين نفسه بقى اضعف بسبب قله النوم العضله مش هتتحفز اكتر للنمو. رابع نقطه واخطر نقطه هي ان انت وانت بتتمرن انت مش بتكبر العضلات، انت يا دوب بتحفزها عشان تكبر، لكن عمليه البناء نفسها بتحصل وانت نايم، وقله النوم بتقلب المعادله دي خالص. ده عشان هرمون التستوستيرون هو اهم هرمون بناء في جسمك، خصوصا في الكونتكست بتاع العضلات، بيفرز ويجهز معظم كميه التستوستيرون بتاعتك وانت نايم. في دراسه اتعملت في جامعه شيكاغو سنه 2011، الباحثين جابوا 10 شباب اصحاء صحتهم كويسه، خلوا كل واحد فيهم ينام 5 ساعات بس في اليوم لمده اسبوع واحد بس. بعد كده اخدوا منهم عينات كل 15 او 30 دقيقه، ونتيجه الدراسه دي كانت ان مستويات التستوستيرون عندهم نزلت بنسبه 10 ل 15% في اسبوع واحد بس الموضوع ما وقفش هنا، عشان الشباب اللي في الدراسه دي كانوا بلغوا عن انخفاض ملحوظ في مستويات طاقتهم وحيويتهم. طبعا ده غير ان هرمون النمو اللي هو المسؤول عن اصلاح وبناء الانسجه يفرز بشكل رئيسي في مرحله النوم العميق زي ما قلت في اول الفيديو. لو نومك متقطع او قليل انت بتحرم نفسك من المرحله دي، فبتحرم جسمك من كميه الجروث هرمون دي. وطبعا كل اللي فات ده معناه ان العضلات مش بتتعافى بشكل كامل، الدهون بتتراكم وجسمك بيبقى في حاله هدم مستمر. خامس حاجه معانا ان اثناء النوم الجسم بيفرز بروتينات اسمها السيتوكاينز او السيتوكينات. البروتينات دي او السيتوكينات دي هي المواد اللي بتنظم الاستجابه المناعيه وبتحارب الالتهابات في الجسم. بعض انواع السيتوكينات دي بتفرز بشكل اساسي اثناء النوم وبتقل بشكل كبير لما بتسهر، يعني حتى المناعه نفسها بتتضرب لو انت سهرت او ما نمتش كويس. سادس حاجه موجوده في ميتا اناليسيس كتير، ولكن منها ميتا اناليسيس اتعمل سنه 2010 اتراجع فيه 16 دراسه، ده كان معمول على 1,300,000 شخص بالمناسبه. لقوا فيه ان النوم اقل من 6 ساعات في اليوم مرتبط بزياده خطر الوفاه من جميع الاسباب، ولقوا كمان انه مرتبط بخطر الاصابه بامراض القلب والاوعيه الدمويه. طبعا ده كلام منطقي لان النوم هو الوقت اللي القلب والاوعيه الدمويه فيه بيرتاحوا، يعني انت عندك ضغط القلب بينزل، معدل ضربات القلب بيقل، فحرمان القلب من الراحه دي بشكل مزمن بيزود الضغط عليه وبيتعبه. طيب ازاي نحسن النوم؟ يعني احنا لحد دلوقتي عمالين نتكلم عن الخطر وعرفنا مخاطر قلة النوم، خلينا نتكلم عن الطرق اللي ممكن تحسن بيها من نومك. رقم 1 واهم نصيحة على الاطلاق هي ان انت تثبت مواعيد النوم والصحيان. نام واصحى في نفس الوقت كل الايام حتى في ايام الاجازات. الجسم عنده ساعة بيولوجية داخلية وتثبيت المواعيد بيظبطها ويخليك تنام اسرع وتصحى بشكل انشط. تاني حاجة مهمة هي ان انت تضلم الدنيا، الضوء هو اكبر عدو للنوم، حتى لو الضوء اللي انت هتنام عليه ضوء خافت برضه بيعطل افراز الميلاتونين. جرب تستخدم ستائر معتمة واقفل كل مصادر الضوء. تالت حاجة هي ان انت تبعد عن الشاشات قبل ميعاد النوم بساعة واحدة على الاقل. رابع حاجة وهي مهمة وناس كتير مش بتاخد بالها منها، درجة الحرارة المناسبة. جسمك لازم تنزل درجة حرارته الداخلية علشان يدخل في النوم. الأوضة لو باردة شوية درجة حرارتها من 18 ل 20 درجة مئوية ده هيساعد على ان انت تدخل في نوم عميق بشكل اسهل بكتير. كمان ممكن تجرب تاخد دش دافي قبل النوم، لان اول ما تطلع من الدش درجة حرارة جسمك هتنزل بسرعة وده هيساعدك على النوم. خامس حاجة معانا هي الكافيين. القهوة والشاي والمشروبات بتاعت الطاقة دي الهاف لايف بتاعهم في الجسم من 5 ل 7 ساعات، يعني انت لو شربت قهوة الساعة 3 العصر نص كمية الكافيين دي هتكون لسه موجودة في جسمك لحد الساعة 10 بالليل. وطبعا كلنا عارفين ان الكافيين هيمنعك من الدخول في النوم العميق حتى لو انت حاسس انك عايز تنام، فالحل هنا ان انت تاخد بالك من مواعيد الكافيين بتاعك كويس، ميعاد اخر فنجان قهوة بالذات.
سادس حاجة معانا هي التمرين ده سلاح ذو حدين. التمرين المنظم من افضل الحاجات اللي انت ممكن تعملها في حياتك علشان تحسن من جودة نومك حتى، ولكن التمرين الشديد قبل النوم على طول ممكن يصعب عليك عملية الدخول في النوم نفسها. لو جربت كل الحاجات دي وفعلا جربت كل الحاجات دي ولسه مش عارف تنام، ممكن تستخدم بعض المكملات اللي ممكن تساعدك انك تدخل في النوم، زي الميلاتونين مثلا، بس ما انصحكش تافور منه، ماكسيموم 5 مللي جرام في اليوم. طيب لو ما نفعش ممكن تستخدم المغنيسيوم، لو ما نفعش ممكن تستخدم ميكس بين الاتنين. ما انصحكش تستخدم الاشواجندا بشكل اساسي او لمدة طويلة جدا علشان فيها مشاكل، وما انصحكش تستخدم اي حاجة بيزد اون اعشاب لفترة طويلة علشان تساعدك في اي حاجة في الدنيا. طيب لو جربت كل ده وجمعته مع مكملات وفي نفس الوقت لقيت نفسك برضو عندك مشكلة ومش عارف تنام، دي حالة تستدعي ان انت تروح لدكتور. في الحالة دي بجد ما تدورش على حاجات زيادة في الانترنت، ما تجربش ادوية من نفسك. اخر حاجة حابب اقولها هي ان النوم مش تضييع وقت، النوم هو اهم استثمار ممكن تعمله في جسمك وصحتك، ممكن تعتبره جزء من روتين صحتك زي التمرين والاكل الصحي بالظبط.